تصفية استعمار ولا لأي محاولة لإعادة نظر في مبادئ التفاوض ولا في مهام بعثة المينورسو، فالمغرب في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما مبادرة الحكم الذاتي فهي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب في إطار التفاوض. رسائل صارمة وصريحة تضمنها الخطاب الملكي أمس أجمع حولها مختلف شيوخ القبائل الصحراوية. هذا الخطاب لصاحب الجلالة اليوم هو خطاب صريح، ولات لو راه الحسن مات لو راه حتى كلام نقولوا احنا يعني كلام صاحب الجلاله راه قال كلامنا كصحراوي كمغاربه كوطنيين من طنجه للقويره، وراهي الصحراء مغربيه وما تنباع ما تنشرى. احنا عندنا وطن واحد هو المغرب، وعندنا ملك واحد ومحمد السادس الله ينصره، والمغرب متمشي مع قرارات الامم المتحده ومع قرارات مجلس الامن، وحنا اللي بين يدينا ضايق ومغبلين عليه وديما نكروه، وهو الحكم الذاتي اللي اعطانا سيدنا تكرم علينا به باش يجمع شملنا احنا ونلهيه. بموازاة ذلك أكد ملك البلاد على أن أوراش السنة المقبلة تعتبر حاسمة لمستقبل الصحراء من خلال تفعيل الجهوية المتقدمة والنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية لتمكين أبناء المنطقة من تدبير شؤونهم. جلالة الملك نص في خطابه السامي على السياسة التنموية التي ستقطع في اقتصاد الريع اللي كانت تعيشها هذه المناطق وبعض المناطق، وهذا شيء مهم لأن سياسة الريع لن يعتمد عليها الكثير ولن يراهن عليها أحدا لأنها دائما ترجع بنا للوراء. أعتبر أن هذه بشرى كبيرة لكافة المغاربة بانطلاق الجهوية الموسعة السنة المقبلة كما قال جلالة الملك وأعلن عنها في خطابه الهام الذي أعتبره خطاب هام وصريح ومجسد للحالة، وكذلك بشرى بالقطيعة مع الماضي مع الفساد مع سياسة الريع. الصحراء قضية وجود وليست مسألة حدود فقط، هكذا قال عاهل البلاد في خطابه الذي أكد فيه مجددا على استعداد المغرب الدائم للتعاون قصد إيجاد حل يحفظ سيادته ويحفظ كذلك ماء وجه الجميع ويساهم في ترسيخ الأمن بالمنطقة.